السلام عليكم. تعالوا النهارده هنعمل مع بعض مكرونه محمره بطريقه سهله وسريعه والطعم حكايه. يلا نشوف هنعمل مع بعض ايه. معايا بصلايه مقطعه مكعبات، قرن فلفل سبايسي ممكن نستغنى عنه، 5 حبات من الطماطم، ومكعب من الماجي، ومعايا معلقه من الزبده كبيره حلوه كده، ومعلقتين من الزيت، وكيس مكرونه هلال او مرمريه الموجوده عندك او اللي بتحبيه استخدميه. نزلت في الحله تكون سخنه بالزيت، وبعد كده المكرونه، وطبعا هقلب فيها لغايه ما تحمر معايا وتاخد لون ذهبي جميل كده. وطبعا ايدك فيها علشان ما تاخدش كل واحده لون ولون، لا ايدك فيها عشان تاخد اللون الجميل اللي احنا شايفينه ده، ذهبي، ما تغمقهاش قوي. وبعد كده ضربت المكونات اللي احنا شفناها في الاول الفيديو، الطماطم مع قرن الفلفل مع البصل مع مكعب الماجي في الكبه، وحطيتها على المكرونه، وهنديها تشويحه كده لغايه ما البصل يدبل شويه كده والطماطم، وتشم ريحه البصل كده. زي ما احنا شايفين بجد احلى واطعم مكرونه ممكن تجربيها. ومعايا معلقه كمون، معلقه فلفل، معلقه صغيره خالص، بس مش هحط بهارات اكتر من كده. وهديها تقليبه كده لغايه ما اشم ريحه البهارات، وهنزل عليها بشوربه، او لو هتستخدمي ميه يبقى هنزود كمان مرقه دجاج كمان معاها، وهنغطيها ونسيبها لغايه ما تستوي معايا كده. ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الشكل بيتكلم عن نفسه، والطعم كمان روعة. اتمنى ان انت تجربيها وتقولي لي ايه رأيك فيها. طعمها بجد حكاية. تعالوا نغرفها هنا كده. شايفين الشكل؟ ايه رأيكم؟ ما تنسوش بقى الاشتراك والكومنت ولايك جميل زيكم كده، واشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله. ومع السلامة يا احلى اخوات. السلام عليكم.